من دير الزور. بدأت الحكاية. حكاية بطل بدأت ولم تنتهي بعد. الفتوة كانت أول خطوة بدأ منها بطلنا وتدرج في فئاتها لا أن وصل إلى فئة الشباب وحقق معهم بطولة الدوري ليلتحق فورا بفريق الفتوة الأول ويكون من أهم أقطاب النادي. الحلم بدأ يكبر، والطموح أصبح أكبر. ودع زملائه في نادي الفتوة وانتقل إلى نادي القادسية الكويتي ليسجل العديد من الأهداف ويحقق العديد من الألقاب. بدأ كشاف الأندية السعودية وتحديدا نادي الأهلي بالمفاوضات مع اللاعب للظفر بخدماته، لينضم لهم ويسجل الأهداف ويحرز البطولات التي كانت غائبة لفترة طويلة من الزمن. وفي أصعب اختبار واجهه بطلنا هو في تصفيات كأس العالم 2018 عندما سدد الكرة من ركلة حرة مباشرة. سددها كل الشعب السوري بذلك الوقت، لكنها ارتطمت بالعارضة توقفت معها أحلام المنتخب السوري في الوصول لكأس العالم، وكانت حسرة لكل الشعب ولبطلنا بشكل خاص. لم يتوقف بطلنا عن الإبداع، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية مع نادي الوداد المغربي، وكان من أبرز إنجازاته أنه الهداف التاريخي للدوري السعودي برصيد لم يتوقف حتى الآن عند رقم محدد، لأنه لا يزال يسجل الكثير من الأهداف. مع الشركة العربية للتسويق، في كل أسبوع قصة. شاركنا في التعليقات اسم البطل الذي تريد الفيديو القادم عنه.